25 اكتوبر 2022 اهم تاريخ في عالم السنيكرز، بالاخص اديداس وييزي، لان ده التاريخ اللي انتهت فيه الشراكه بشكل رسمي. وفي كلام كتير ان في 2023 يرجعوا مره تانية. جولدن الرئيس التنفيذي لاديداس بيقول ان احنا مش عارفين نعمل ايه في المخزون بتاع ييزي اللي تم انتاجه اوريدي، يعني مرمي في المخازن، ولا هم عارفين يبيعوه ولا عارفين يعملوا فيه ايه بالظبط. كان في تقرير كده بيتكلم عن المشكله، ان بيقول ان في 2023 توقعات بتاعه خساره اديداس هتوصل اكتر من 700 مليون يورو، وفي منهم 500 مليون يورو خاصه ببراند ييزي بس. وبعدين قعد يقول كده ان كاني ويست او زي ما هم بيقولوا عليه، يعني واحد من الشخصيات المبدعه، شخص يعني ان هو هارد ووركر، بيتعب على الشغل بتاعه ومبدع والكلام ده كله. طب يعني كان فين الكلام ده من الاول؟ كان فين يا عم جولد الكلام ده من الاول؟ يعني ليه حصل كل اللي احنا بنشوفه دوت من اكتوبر لحد دلوقتي؟ مش عارف. وكان قبل كده قالوا ان هم هينزلوا اول 2023 هينزلوا ييزي 350 او اي ييزي، وهيشيلوا كلمه ييزي من السنيكر وخلاص يقدروا يبيعوا السنيكر، امورنا 100 100 وكله تمام. ولكن واضح ان الموضوع ده مش قانوني، بدليل ان احنا اهو في شهر مارس لحد دلوقتي ما فيش اخبار عن اي حاجه هتنزل ولا لا. ليه بقى اديداس عملت الحوار ده من الاول؟ الانترفيو اللي احنا كلنا عارفينه لكاني ويست اتكلم فيه باستفاضه كده زي ما بيقولوا براحته، كانه قاعد في بيتهم وحاطط المايك وبيتكلم بيقول اللي هو عايز يقوله. فهو خبط في موضوع الساميه والكلام ده كله. واديداس بقى نقطه الساميه دي وقفلهم هنا في الزور، يعني هم مش عايزين يعدوا نقطه الساميه دي، وشايفين ان الموضوع ده بيمس الاخلاق ومبادئ الشركه، والساميه عامه خط احمر ليهم يعني. طب الوضع ايه دلوقتي؟ حاليا اديداس بتحاول توصل مع كاني ويست او ان هم يعملوا اتفاق كده، كونتراكت وان مور تايم، يعني هنعمل كونتراكت لمره واحده، هنبيع المخزون اللي عندنا بس وخلاص، وقفل على كده، مش عايزين حاجه تانية، متشكرين، ولا انت تخسر ولا احنا نخسر. واصدروا زي ما بيقولوا كده قرارات لكل الموزعين، محلات او ستورز اديداس، والستورز التانية بقى اللي هي بتبيع برضه ريتيل، ان ممنوع اي حد يبيع ييزي حتى لو عنده في الستور. بس هنا اديداس هتقع كده في حته في النص. انتوا مش كنتوا بتقولوا الاخلاق والمبادئ خط احمر والساميه والكلام ده كله، ودلوقتي بتحاولوا تتواصلوا مع كانيا عشان تقدروا تبيعوا المخزون اللي عندكم؟ المقولة الشهيرة زي ما احنا عارفينها بتطبق، بس الناس ما بتتعلمش ان المصالح بتتصالح مهما حصل. هما المصلحة او الماني الاول، ماني توك على طول، مصلحة كل شركة فين هتمشي وراها. سيبك بقى من الاخلاق ومن الكلام ده كلام بيطلعوا يقولوه بس كده في السوشيال ميديا ووكالات الاخبار، عشان بس يحاولوا يعملوا هالة او يحاولوا يعملوا هجوم يضغطوا بيه على كاني ويست. ولكن حسوا ان الموضوع لا، يعني رجعوا لورا كده خطوتين، حسوا ان احنا لا، هنخسر خسارة كبيرة في 2023، خصوصا ان المنافسة بقت مع نايكي اصعب بكتير من الاول. وهم حتى عايزين يركزوا على اللاينز الجديده، زي ما احنا عارفين ان هم عندهم لاين مع باد باني، كنا عملنا ريفيو قبل كده للكاتش اند ثرو، هتقدر تشوفه من الفيديو اللي فوق. وعندهم دلوقتي الكوليكشن بتاع الباسكتبول، زي ما احنا عارفين ان نايكي هي المسيطره على الفيلد بتاع الباسكتبول، ودي شهاده انا بعترف بيها، ما فيش حد بينافس نايكي في الباسكتبول دلوقتي. بيحاول يخش بوما، بتحاول تخش نيو بالانس، عشان كده شفنا اديداس عامله لاين وكوليكشنز مخصوصه للباسكتبول. هي مش مركزه في الماركتنج بتاعها لللاينز دي. واحدث تعاون او كولابريشن دلوقتي مع جينا اورتيجا، عملوا معاها سبورتس وير لاين جديد بالكامل. فهم عايزين يركزوا في الحاجات دي. في نفس الوقت هو عامل حسابه او شغل باله ان اخر السنه لو ما عملتش تارجت الييزي هخسر 500 مليون يورو، غير توقعات ال 200 مليون يورو التانيين، يعني هخسر فوق ال 700 او 700 مليون يورو. فلوس كتير جدا، وكلام كتير بيقول ان لو ده حصل فعلا هتبقى دي اكبر خساره للشركه خلال 31 سنه. فخساره كبيره جدا. اعتقد لما ييزي ترجع تنزل تاني ترجع منافسه شويه تاني مع نايكي، لان انا حاسس ان نايكي دلوقتي بقت في الساحه لوحدها، يعني انا بعمل اللي انا عايزه، نزل اي سنيكر حلو ووحش، كده كده ما هو مفيش منافسه. وعشان الصيف قرب شويه، ناس كتير بقى بتبدا تدور على الييزي سلايد. لو عايز تشتري ييزي سلايد، شوف الريفيو اللي احنا عملناه هنا، اتكلمنا بالتفصيل وقلنا كل حاجه عن الييزي سلايد. خلي بالك من المقاسات، انا اتكلمت وقلت المقاسات، ازاي تختار المقاس الصح قبل ما تشتري السلايد.